مرتبطة بالرياضة تنظمها جمعية تيبو إفريقيا بفضل شراكاتها مع فاعلين في ميادين متنوعة. برنامج التعليم والتكامل من خلال رياضة كرة المضرب واحد من هذه الأنشطة التي استفاد منها 100 شاب وشابة من أحياء مختلفة بالدار البيضاء. المزيد مع بوشعيب عماري وعبد الرحمن زيان. برنامج لعب التنس الذي بلغ سنته الثانية استفاد منه 100 طفل في إطار شراكة شاملة تسمح بتعزيز تعليم عالي الجودة من خلال رياضة التنس لصالح الأطفال والشباب ومساعدتهم على الحصول على فرص عمل مستقبلا في الصناعات الرياضية بالمغرب. هاد الشراكه اولا تعطي الفرصه للشباب الاطفال هنايا في منطقه عين صباحي محمدي باش يستافدوا من واحد البرنامج ديال التربيه عن طريق التنس رياضه كره المضرب. بدأنا منذ سنتين ونستمر في شراكتنا ندعم البنية التحتية من خلال ملعب للتنس بحضور العديد من الشباب. اللعب، التعلم والنمو الجماعي شعار هذا البرنامج الذي فتح المجال لعديد الأطفال من ممارسة رياضة التنس التي كانت تبدو بعيدة المنال بالنسبة لأغلبهم، لكنه حلم تحقق وأسهم في تطوير قدراتهم المعرفية لهذه الرياضة وتحسين أدائهم في ميادين الكرة الصفراء. كنت كنبغي نلعب تنس ولكن ما كنتش كنعرف، ما كانش عندنا بلايص فين غنلعبوا. كنشكر بزاف هاد الناس اللي داروا لنا هاد الشيء، داروا لنا هاد لي جو وفرحنا وخلقنا لامبيونس. كنت دائما باغا نلعب التنس ولكن كاع ما كنت كنلقى فين غادي نلعبوا. برنامج لعب كرة المضرب مكن 100 شاب من أحياء منطقتي الحي المحمدي وعين السبع تتراوح أعمارهم ما بين 7 و13 سنة من 100 جلسة تعليمية وتدريب أسبوعية في كرة المضرب عززت سلوكهم الاجتماعي ومهاراتهم الرياضية وزرعت فيهم قيم التنافس